عندما جاء المؤرخ بيتلر إلى مصر عاشقا ودارسا ومسجلا للتاريخ في كتابه الكنائس القبطية القديمة في مصر، كان قد تحدث بين سطوره عن كنائس زويلة والأديرة الملاصقة لها. يقول بيتلر إن بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة 12 عموداً قديماً، 6 منها على كل من جانبي الصحن الأوسط، هذا بخلاف أعمدة في النارتكس أي الجزء الغربي من الكنيسة. ويقول أيضاً إنه شاهد ستائر في الجزء الغربي وهو الجزء المخصص للسيدات، ما يعني بوجود قسم للرجال وهو الجزء الشرقي. كما يوجد على الأجنحة 10 أعمدة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توزيعها غير منتظم، ويوجد أيضا أمام الخورس عدد 4 أجنحة، وبذلك يكون الإجمالي للأعمدة الموجودة هو 35 عمودا.